السلام عليكم. نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. ناخذ كاسرونه نديروا فيها 2 كيسان تاع السكر ونخلوهم يتكرملوا لنا على نار هاديه. بعد ما ياخذوا لنا هذاك اللون الذهبي نزيدوا لهم 2 كيسان تاع الماء، يعني كيله بكيله. الماء اللي نزيدوه يكون بارد ونخلوه يذوب لنا على نار هاديه هذاك السكر تاعنا. ونرملهم طرش تاع القراص وفتيته تاع الشب. كي يذوب لنا السكر تاعنا على نار هاديه نروحو نقويو النار باش يزيد يختار لنا ويقعد لنا هذاك الخليط تاعنا حتى نلحقوا القوام اللي رانا مستحقينه. انا خليتها لمده ربع ساعه. شوفوا هذيك النتيجه اللي لحقت ليها، وهذاك القوام وهذاك اللون الذهبي ما شاء الله اللي لحقت ليه. نزيدوا نروحوا للعجينه. ناخذوا اناء نديروا فيه 2 كيسان تاع سميد رطب. انا ديت تاع الميزان، تستعملي اي نوع من السميد حبيتي. زدت لهم نص كاس تاع الفرينه، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه كبيره تاع الملح، وخلطت النواشف كامل مع بعضهم. بعد زدت لهم 4 كيسان تاع الماء بالتدريج. واللي يحب يشوف الوصفه كامله يروح لقناتي. ومن بعد جوزتهم في الاشوار حيتهم حتى ولا الخلط تاعي ارطب. واللي يحب يستعمل بغا ميكسور واللي يحب تستعمل يدا ماشي مشكل. بعد ما رحيت الخليط تاعي حبيت نغطيه بالسلوفان ولا بالورق بلاستيكي وخلوه يختمر لنا. بعد ما يختمر لنا ويضاعف لنا الحجم تاعو زيدوا له ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. نهارولك الشكل تاعو بعد ما اختمر لنا. حركوه شويه وزيدوا له ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات ونخلطوها مليح مليح بالفوي حتى تخلط لنا في المزيج تاعنا. بعد نبداو نطيبو مباشره. نديرو طاجين تاعنا يسخن، نديرو له مسحه تاع صابون الحجره مع مسحه تاع الجين، طرف تاع قماش تاع الجين باش ما يلصقناش البغرير تاعنا في الطاجين تاعنا. اللي عندها اي مقله تلصق ولا طاجين يلصق تستعمل هذه الحيله راح ما تتهنى من حاجه تاع التلصاق. ونرمو العجينه تاعنا حتى تشكلنا الخبزه تاعنا تاع البغرير. شوفوا كيفاش خرجت لنا مثقبه ومشهده، الله يبارك عليها، وخفيفه والطيب لنا محمره صاير داير على كامل الجوانب. شوفوا كيفاش طارت لي بكل سهوله، مع انه الطاجين تاعي انا يلصق لي بالبزاف. شوفوا كيفاش طارت لي بكل سهوله. نحيناها من الطاجين والطاجين تاعنا يلصق لانه استعملنا صابون تاع الحجره مسحنا به الطاجين تاعنا، وزدنا عاودنا مسحناه بالطرف تاع الجين. زدت رميت الخبزه الثانيه، وفي كل مره تعاودي نفس العمليه، تعاودي ديري مسحه بصابون تاع الحجره تاعك ومسحه بالقماش تاعك تاع الجين. وما تخافيش ما تجيش فيه لا رغوه لا بنه تاع الخبز لا حتى حاجه. هذه العفسه كانوا يستعملوها جداتنا من زمان معهم كامل اللي لصقوا فيها كامل كانوا يستعملوهم هذه الطريقه. ويجي فيه كوزين شباب ويجي محمر ويجي بنين ويجي خفيف ويجي ما شاء الله عليه. نصحبكم انكم